عارف لما تيجي تفتح التلاجة تلاقي قدامك مانجا مشبرة، تبص يمين وشمال وتيجي تشربها تلاقيها قمر الدين؟ عارف شعور الاحباط ده؟ هي المانجا حلوة وقمر الدين حلو، الاحباط ده جه من الاكسبكتيشنز. ده اللي حصل لي مع فيلم ميت كيوت اللي بيتعرض على برايم فيديو. انا كنت متوقع ان انا هتفرج على فيلم رومانتك كوميدي، الفيلم طلع ما بيضحكش. الفيلم بيتكلم عن شيلة المحبطة اللي قابلت جاري في ديت عجبها جدا جدا، فاضطرت تستخدم آلة الزمن عشان ترجع تاني وتحاول تظبط الديت وجاري. طبعا عشان البنات يعني ايه، I can fix him. الفيلم حلو لو انت عارف من الاول انك انت مش داخل تضحك. الفيلم ما هواش 50 first dates وما هواش عميق زي The Eternal Sunshine of the Spotless Mind وما هواش راشن دول. مشكلة الفيلم برضو ان هو دايركت قوي. يمكن لو كانت الكتابة اذكى شوية، لو كانوا صرفوا شوية على الانتاج، لان الفيلم ده هم جايبين اوضتين ومطعم، يمكن كان بقى فيلم اتقل من كده بكتير. هل الفيلم ده ينفع تتفرجوا عليه في ديت؟ هتتخانقوا. قلت له بقى شفت بقى اي كان فيكس هيم، ومفيش يعني بلاش ديت. هل الفيلم ده ينفع في موفي نايت؟ ممكن. ينفع تتفرج عليه مع اطفال؟ لا. اتفرج عليه وانت عارف ان هو ما بيضحكش، هتنبسط. انا اسمي عزت امين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.